السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم زملائي الأعزاء في المحاضرة الخامسة من سلسلة الجنرال باثولوجي. النهاردة بنكمل بواحد من أهم الشباتر إن لم يكن أهمها يعني في الامتحان، ومش بس في الامتحان. شابتر النهاردة ده اللي هتبني عليه فهمك لكل الأورام اللي هتقابلك في الموديولات اللي جاية. تخيلوا معايا إن جسمنا ده عبارة عن مصنع كبير ومنظم جدا، كل خلية فيه بتنقسم وتشتغل حسب أوامر وقوانين معينة. طول ما في أوامر بالانقسام الخلية تنقسم، مفيش أوامر مفيش انقسام. المفروض لما الأوامر تقف الخلية تقف وتحترم نفسها. لكن إيه اللي ممكن يحصل لو مجموعة من الخلايا قررت تعمل تمرد؟ الخلايا دي خلاص اتجننت وخرجت عن السيطرة وقررت إن هي تتمرد وبدأت تنقسم من نفسها من غير ما حد ما يديها أي أوامر علشان تنقسم، ومش راضية توقف أبدا. الخلايا اللي تمردت دي بتعمل لنا مصيبة اسمها نيوبليزيا أو الأورام. تعالوا بقى نفكك التعريف ده كلمة كلمة علشان نفهمه كويس ونقدر نحفظه بسرعة. يعني ايه نيوبليزيا؟ نيو يعني جديد، وبليزيا يعني نمو، جاية من هايبر بليزيا اللي خدناها في المحاضرة الأولى. يبقى ترجمتها الحرفية هي نيو جروس أو نمو جديد، أو اللي بنسميها ورم أو تيومر. النمو ده بيعمل لي كتلة غير طبيعية abnormal mass. أول حاجة في مواصفات الكتلة دي إنها uncontrolled. يعني ايه؟ يعني نمو خارج عن السيطرة. الخلية دي ماشية بدماغها، ملهاش كبير ومش بتتبع أي قوانين. يبقى أولا uncontrolled، ثانيا autonomous، النمو بتاعها بشكل يعني سيلف جوفرنج، هي اللي سايقة نفسها ماشية من دماغها. رقم 3، الخلايا دي بتكون مستقلة independent of stimuli، مش محتاجة أي محفز أو إشارة من الجسم علشان تبدأ تنقسم. رابعا والأهم وهو إن الخلايا دي مستمرة في العناد إلى ما لا نهاية، حتى لو المحفز اللي بدأ المشكلة اختفى أو شلناه هي بتكمل انقسام بلا توقف. persist even after cessation of the stimuli. وعشان نقفل خصائص الخلايا المتمردة دي لازم نعرف 4 قواعد أساسية بيحددوا طبيعة الورم. 1 2 4. رقم 1، إن الأورام دي ممكن تطلع من أي خلية في الجسم. can derive from any cells. أي خلية في الجسم ممكن تتحول لخلية سرطانية. تاني حاجة، الانقسام بتاع الخلايا دي بيكون irreversible. يعني ايه irreversible؟ يعني ما بترجعش في كلامها، وكمان unlimited يعني ملهاش سقف أو نهاية، تفضل مكملة على طول، تنقسم وتنقسم وتنقسم. unlimited proliferation. النقطة الثالثة إن الخلايا المتمردة دي ملهاش أي وظيفة مفيدة. no useful function، دي جاية تخرب وتاكل في الجسم وبس. رقم 4، ان الاورام دي بنقسمها حسب سلوكها، حسب البيهيفير بتاعها لحاجتين كبار. يا اما ورم حميد بيناين متمرد بس في حاله محترم شوية، يا اما ورم خبيث malignant، وده اللي بنطلق عليه الاسم الشهير السرطان او الكانسر. يبقى لما تسمع كلمة كانسر تعرف فورا ان الورم اللي احنا بنتكلم عليه ده ورم خبيث ومالجننت. يبقى تاني، ممكن تطلع من اي خلية can derive from any cells. الانقسام بتاعها البروليفريشن بتاع الخلايا دي بيكون irreversible و unlimited no U-turn، ما عندهاش اي وظيفة مفيدة. واخيرا بنقسمها لبناين حميد ومالجننت خبيث حسب البيهيفير او السلوك بتاعها. طيب اي ورم في الدنيا سواء كان حميد بيناين او خبيث مالجننت بيتكون من ايه؟ لما نبص تحت الميكروسكوب هنلاقي ان الورم ده بيتكون من مكونين اساسيين. 1 2. المكون الاول هو البرانكما، ايوه برانكما مش برانشيما، ودول عبارة عن الخلايا السرطانية نفسها اللي عمالة تنقسم وتكتر، البروليفريتنج نيوبلاستيك سيلز اللي بتشكل جسم الورم الاساسي. المكون الثاني هو السبورتنج ستروما، ودي بنسميها خطوط الامداد. الاستروما دي عبارة عن نسيج داعم بيتكون من نسيج ضام كونكتيف تيشو واوعية دموية بلاد فيسلز، وظيفتها ان هي تشفط الدم والاكل من الجسم عشان تاكل الخلايا السرطانية وتدعمها عشان الورم يقدر يعيش ويكبر. قبل ما نخلص الجزء ده في سؤال مهم جدا جدا عن مقارنة بين الهايبربليزيا اللي اتكلمنا عنها في اول محاضرة والنيوبليزيا موضوعنا النهاردة. كان اشهر مثال على الهايبربليزيا هو الليفر ريجنريشن. قلنا لما نشيل جزء من الكبد الخلايا اللي باقية والستيم سيلز بتبدأ تنقسم علشان تعوض الجزء اللي فقد ده. يبقى الهايبربليزيا بتحتاج ستيمولس ديبندنت، ولو شلنا الستيمولس ده
الخلايا بترجع لحالتها الطبيعية تاني. يعني العملية دي ريفيرسبل، الهايبربليزيا ريفيرسبل. كمان عملية الهايبربليزيا دي كنترول ريجوليتد، وقت ما بنحتاج نعمل ريجنريشن او نعمل هايبربليزيا بنعمل، وقت ما احنا مش محتاجين ما بنعملش. عملية الهايبربليزيا ممكن تكون فيسيولوجيك يعني مفيدة زي الليفر ريجنريشن المثال بتاعنا اللي هنا، او الرحم في فترة الحمل، وممكن تكون باثولوجيك، وفي الغالب بتكون فيسيولوجيك بتبقى مفيدة. ده بالنسبة للهايبربليجيا. نيجي بقى للنيوبليزيا. اولا مش دايما محتاجة محفز علشان تطلع، independent doesn't need a stimulus. ثانيا لو بدأت مفيش رجوع نهائي irreversible، يبقى independent و irreversible. ثالثا uncontrolled، مش احنا اللي بنتحكم فيها خالص. رابعا دايما pathologic، بتحصل بشكل مرضي وتفضل تزيد always abnormal and progressive. واخيرا دايما مؤذية وملهاش اي فايدة usually harmful. يبقى النيوبليزيا مش محتاجة محفز عشان تبدأ، لو بدأت مش بترجع تاني، ودايما باثولوجيك ومش بنقدر نتحكم فيها، وغالبا harmful مؤذية ومفيش منها فايدة no useful function. صلى على النبي. يبقى النيوبليزيا دي خلايا متمردة بتنقسم من دماغها وبدون أي كنترول، مش محتاجة أي أوامر uncontrolled و autonomous، تنقسم من دماغها ومش بترجع في كلامها irreversible، ووجودها ملوش أي وظيفة مفيدة. وأي ورم في الدنيا عبارة عن جزئين، العساكر اللي بتضرب نار البارينكيما، وخطوط الإمداد اللي بتأكلهم وتدعمهم السبورتيف استروما كونكتيف تيشو بلاد فيسلز. واوعى تنسى الفرق بين الهايبربليجيا والنيوبليجيا. الهايبربليجيا محترمة وبترجع لطبيعتها لو شلنا الستيمولس، لو شلنا المحفز، لكن النيوبليجيا بلطجي دايما بشكل باثولوجيك، دايما باثولوجيك ومكملة في سكة ملهاش نهاية ومش بتوقف ابدا. هندخل دلوقتي بقى على مصطلح مهم جدا وبيجي كتير في الامتحانات، وهو الديسبليجيا. يعني ايه ديسبليجيا؟ الديسبليجيا دي يعني مرحلة اللخبطة. التعريف بتاعها بيقول انها non neoplastic growth او non neoplastic proliferation of cells. ركز في كلمة non. يعني ايه non؟ يعني ده تكاثر للخلايا بس لسه ما وصلش لمرحلة الورم الحقيقي. طيب اللخبطة دي او الديسبليجيا دي بتتميز بايه؟ قالك بتتميز بحاجتين. رقم واحد ان الخلايا بتفقد التناسق بتاعها. شايف هنا النورمال ابيثيليوم الخلايا متناسقه ازاي وكلها شبه بعضها؟ يبقى النورمال ابيثيليوم الخلايا في الطبيعي بتكون شبه بعض يونيفورم ومرصوصه بشكل منتظم، بشكل منظم، بولاريتي يونيفورميتي بولاريتي، ده في النورمال. الديسبليجيا بقى بتتميز بحاجتين اساسيتين. رقم واحد loss of uniformity، الخلايا فقدت التناسق بتاعها، ما بقوش شبه بعض خلاص في الشكل. وثانيا فقدت البولاريتي loss of polarity. يعني ايه loss of polarity؟ او بيسموها loss of orientation، يعني الخلايا ما بقتش مرصوصة فوق بعضها بشكل منظم زي الاول. ولما نبص على الخلايا دي تحت الميكروسكوب، الخلايا الملخبطة دي الديسبلاستيك سيلز بنلاقي شكلها اتيبيكال، دي تيبيكال، دي اتيبيكال يعني مش تيبيكال. وبيظهر على الخلايا دي علامات الشقاوة، بيكون في تباين في الشكل والحجم، يعني الخلايا في تباين في الحجم ما بينها، يعني دي صغيرة دي كبيرة دي وسط. التباين ده بنسميه بليومورفيزم. بليومورفيزم يعني تباين في الشكل والحجم. تاني علامة ان النواة بتاعة الخلايا بتكبر وتغمق. شايف هنا صغيرة ولونها فاتح ازاي، هنا كبرت وغمقت. بنسمي النواة دي اللارجد يعني كبيرة، دارك يعني غامقة، وهايبر كروماتيك نيوكلياي يعني الاكتيفيتي بتاعها زايد لانها عمالة تنقسم بشكل مجنون. كمان بنلاقي الميتوتيك اكتيفيتي او معدل الانقسام في السماء increased mitotic activity، نشاط الانقسام بتاعها بيزيد. طيب اين تحدث هذه اللخبطة؟ اين تحدث الديسبليجيا؟ الكتاب بيقول انها غالبا بتحصل في النسيج الطلائي الابيثيليال تيشو، وبنقسمها لثلاث درجات حسب شدة التغير اللي حصلت وحسب المساحة اللي اتغيرت من النسيج. أول وأخف درجة هي المايلد ديجري، هنا التغير بيكون بسيط والمساحة اللي اتغيرت من التيشو يدوب التلت. تاني درجة هي المودريت، اللخبطة زادت شوية بقت شاملة تلتين النسيج، ده التلت الطبيعي وهنا التلتين اللي حصل فيهم dysplastic changes. تالت درجة السيفير ديجري، وهنا بقى اللخبطة واخدة السمك كله بتاع النسيج involves the entire epithelial thickness. والدرجة الشديدة دي بنسميها كارسينوما in situ،
يعني سرطان في مكانه لسه ما خرجش بره النسيج. طيب ايه اشهر الامثلة على الديسبليجيا؟ عندنا مثالين مهمين لازم تحفظهم. الاول هو السيرفايكال ديسبليجيا، دي لخبطة بتحصل في عنق الرحم عند الستات اللي عندهم كرونيك سيرفيسايتس، التهاب مزمن في السيرفكس. المثال التاني هو اليوروثيريال ديسبليجيا، ودي لخبطة في الجدار بتاع المثانة عند الناس اللي عندهم بالهارسيا او المصابين بالشيستوزوما، ودي قصة كبيرة اوي هتدرسوها بعدين، بالهاريزيال سيستايتس. طيب ايه هو مصير اللخبطة او الديسبليجيا؟ ايه هو البروجنوزس؟ البروجنوزس يعني المصير بيتحدد طبقا للدرجة. لو الدرجة كانت مايلد او مودريت، حاجة خفيفة او متوسطة، يعني السمك لسه ما اتخدش كله في التغيرات دي غالبا بتكون ريفيرسبل. يعني لو شلنا السبب اللي كان عامل مشكلة، الخلايا هترجع تعقل تاني وتبقى طبيعية، بس لو سيبناها ممكن تتطور وتقلب سيفير. اما لو كانت الدرجة شديدة سيفير ديسبليجيا، دي مرحلة ما قبل السرطان بري كانسرس، وتقريبا كل الحالات السيفير دي لو ما اتلحقتش بتتحول لسرطان متوحش يخترق الأنسجة، يخترق البيزمنت ممبرين. تعالوا نعمل زوم على السيفير ديسبليجيا او الدرجة الشديدة قوي من الديسبليجيا اللي كنا بنسميها كارسينوما انسايتو او اختصارها CIS كارسينوما انسايتو. يعني ايه كارسينوما انسايتو؟ يعني سرطان في مكانه. المصادر بتقول ان الكارسينوما انسايتو ده عبارة عن بري انفيزيف كانسر، يعني مرحلة ما قبل الانفيجن كانسر لكن ما عملش انفيجن للبيزمنت ممبرين. يبقى الكارسينوما انسايتو هي كانسر without invasion، ما حصلش اي اختراق للبيزمنت ممبرين. طيب شكلها ايه CIS او الكارسينوما انسايتو دي؟ بالعين المجردة جروسلي صعب جدا تشوف اي حاجة، يعني بتشوف بقعة غامقة كده وسميكة. تحت الميكروسكوب بتشوف حاجتين اساسيتين. اول واهم حاجة ان البيزمنت ممبرين الغشاء القاعدي بيكون سليم تماما، نو انفيجن للبيزمنت ممبرين. رقم واحد ان الديسبليجيا بتكون شاملة السمك بتاع النسيج كله، قلنا ده سيفير ديسبليجيا تالت درجة، بنسميها ديفيوز سيلولار اتيبيا او فول سيكنس اتيبيا. يعني ايه اتيبيا؟ اتيبيا يعني مش تيبيكال، معناها نفي، وتيبيا يعني تيبيكال. الخلايا هنا مش تيبيكال للخلايا اللي كانت موجودة نهائي. الأحجام بتاعت الخلايا مختلفة، بليومورفيزم، الأنوية بتاعتها كبيرة وغامقة، اللارج دارك نيوكلياي، هايبر كرومازيا. هتلاقي معدل الانقسام في الخلايا عالي، هاي ميتوتيك ريت أو هاي ميتوزيس. وهل الخلايا دي مترتبة؟ لا طبعا مفيش أي ترتيب هنا، الخلايا عايمة فوق بعضيها، حصل loss of polarity. يبقى الخلايا أشكالها متعددة، الأنوية بتاعتها كبرت وبقت غامقة، معدل الانقسام بقى عالي وما بقتش مترتبة خالص. وأهم حاجة هتشوفها تحت الميكروسكوب إن البيزمنت ممبرين از انتكت، ما حصلوش اختراق، سليم، لسه ما حصلوش أي حاجة. CIS الكارسينوما انسايتو ممكن نشوفها في أماكن كتير زي السيرفكس عنق الرحم، أو الاندوميتريوم بطانة الرحم، أو البلادر المثانة، أو المامري جلاند في البريست الغدد اللبنية. وممكن نشوفها في الجهاز الهضمي الجاسترو انتستينال تراكت والجلد. طيب ما هو مصير الكارسينوما انسايتو؟ الفيت بتاع الكارسينوما انسايتو ايه هو؟ للأسف مصير الكارسينوما انسايتو غالبا هو التحول لسرطان يخترق البيزمنت ممبرين، بروجريشن تو انفيزيف كارسينوما. والموضوع ده بيحصل بعد فترات زمنية بتوصل لسنين. وعشان كده في السيرفكس او الرحم بنستخدم اختصار مهم اسمه CIN Cervical Intraepithelial Neoplasia، وبنقسمه لثلاث درجات، 1 2 3. ده الابيثيليوم الطبيعي اهو، الخلايا كلها شبه بعض ومترتبه كويس. المايلد ديجري بيبقى عندك تلت الابيثيليوم بايظ، في المودريت التلتين تقريبا بيكون بايظ، بيبقى حاصل ديسبليجيا في التلتين. وفي الدرجه الثالثه بيبقى معانا كارسينوما انسايتو، كل السيكنس بتاع الابيثيليوم بيكون حاصل فيه ديسبلاستيك تشينجز، بيكون حاصل فيه اللخبطه، البوليمورفيزم والهايبر كروماتيزم والهاي ميتوتيك ريت وكل الكلام ده، لوس اوف بولاريتي. الخلايا بتبقى مش مترتبه وشكلها مكلكع ومش شبه بعضها ومش مترتبه نهائي. الحالات دي بنسميها ما قبل السرطان، بري مالجنن. ممكن احيانا ترجع طبيعيه تاني، بس في الاغلب والاخطر انها بتتحول لسرطان حقيقي
وتغزو الأنسجة اللي حواليها، بتinvade السراوندينج تيشوز. ونفس فكرة التدريج دي بتطبق في أعضاء تانية زي المعدة والمريء، البروستاتا، وحتى الجلد. يبقى CIS هو سرطان واخد السيكنس كله، واخد الجدار كله، بس لسه ما كسرش البيزمنت ممبرين. مسيره مع الوقت يكسر البيزمنت ممبرين ويتحول لانفيزيف كارسينوما. وفي عنق الرحم بنسمي التدرج ده CIN، واخطرهم هو CIN3 كارسينوما انسايتو. خلية طبيعية حصل لها مشاكل زي DNA دامج مثلا، فبدأ يحصل لها ديسبليجيا زي ايه؟ بوليمورفيزم، اشكال متعددة، هايبر كروميزيا، النواة كبرت وبقى لونها غامق، حصل increased NC ratio. يعني ايه increased NC ratio؟ N يعني نيوكليوس، وسي سيتوبلازم. ادي الخلية الطبيعية اهي، النيوكليوس بتاعتها صغيرة والسيتوبلازم كبير. النسبة اللي بينهم مثلا في الحالة دي 1:100، 1/100. لكن لما النواة تكبر 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 تكبر، احيانا النواة بتبقى واخدة كل السيتوبلازم، فالنسبة بينهم بتبقى 1:1. ده معنى زيادة ال NC ratio. الديسبليجيا بتتقسم لدرجة 2 3، وتالت درجة بنسميها كارسينوما انسايتو، سرطان مؤدب قاعد في مكانه ما عملش اختراق للبيزمنت ممبرين. والكارسينوما انسايتو بعد سنين بيقلب بانفيزيف كارسينوما، يخترق البيزمنت ممبرين ويعمل ميتاستاسيس، يعمل اسبريد، يروح لأماكن تانية، ينتشر. طيب صلى على النبي. الدكاترة بتوع الباثولوجي لما حبوا يقسموا الأورام دي قسموها على أساس حاجتين. أولا على حسب السلوك أو البيهيفير بتاع الورم ده مؤدب قد إيه. رقم 1 عندك أورام حميدة benign tumors، دي أورام محترمة ومؤدبة في حالها، نون انفيزيف، مش بتنتشر، ولوكالايزد في مكانها، قاعده في مكانها محترمه نفسها. وعلى عكسها المالجنانت تيومرز، دي اورام خبيثه، دي السرطانات، اورام بلطجيه، بتغزو، بتنفيد وتدمر الانسجه اللي جنبها، بتنفيد وبتدستروي الادجسنت ستراكشرز، وكمان بتسافر لاماكن بعيده في الجسم، بتعمل ميتاستاسيس او بتميتاستسايز، بتنتشر، بيحصل لها سبريد، وفي النهايه بتؤدي للوفاه. في بقى عندنا اورام انترميديت، حاجه كده بين البنين، نص نص، بنسميها لوكالي مالجننت او انترميديت تيومرز، يعني خبيثه بس في مكانها. لوكالي مالجننت، خبيثه لكن في مكانها، بلطجي على قد منطقته، بتخترق الانسجه اللي حواليها، بتنفلتريت الانسجه اللي جنبها على طول، بس نادرا جدا لما تنتشر لمكان بعيد، rarely metastasize. وأشهر مثال ليها هو البيزل سيل كارسينوما. وفي أمثلة تانية زي الجاينت سيل تيومر اوف ذا بون، والكوردوما، والأدمانتينوما، والكرينيوفارنجيوما، والكارسينويد تيومر. تاني بيزل سيل كارسينوما، الأمثلة دي بتاعت إيه أصلا؟ بتاعت اللوكالي مالجننت تيومرز. 1 بيزل سيل كارسينوما أهم واحد عندك. 2 جاينت سيل تيومر اوف ذا بون، كوردوما، ادمانتينوما، كرينيوفارنجيوما، كارسينويد تيومر. بعد ما قسمناهم على حسب الادب او البيهيفير، السلوك بتاع الورم، خلونا طيب نقسمهم على حسب الاصل او المنشأ، الاوريجين او السورس او الهيستوجينيسيس. قال لك ممكن الورم ده يكون طالع من النسيج الطلائي، من الابيثيليال سيلز، فنسميه ابيثيليال تيومر، ده اصله. ممكن نصنفه كمان ان هو طالع من النسيج الضام، ميزنكايمال تيومرز، طالع من الكونكتيف تيشو. في بقى تيومرز بنسميها ميكسد تيومرز، يعني واخد من ده على ده، في مكونات من الابيثيليال ومكونات من الميزنكايمال مع بعض، ميكسد اوف بوس كومبوننتس، شويه ابيثيليال على شويه ميزنكايمال يديك ميكسد تيومرز. هناخد امثله على كل حاجه في دول. ركز معايا بقى في التقسيمه دي لانها بتلخص حكايه الورم من البدايه للنهايه. الجزء اللي فوق، الاتنين اللي فوق، بيمثلوا حاله النو ماس، لسه ما تكونش كتله، مفيش ورم حقيقي يتكون اقدر امسكه بايدي. هنا بنشوف التدرج من الخلايا السليمه تماما اللي شبه بعضها، اليونيفورم اللي فيها بولاريتي ومرصوصه بشكل كويس، لمرحله التمرد او مرحله الديسبليجيا، اللخبطه اللي حصلت، والكارسينوما انسايتو الدرجة الثالثة. ده بالنسبة للجزء اللي فوق. اما بالنسبة للجزء اللي تحت فهنا تكون عندي ماس، اتكون كتلة وبنسميها تيومر. والكتلة دي يا اما تكون بيناين، ورم حميد، والكتلة دي دايما بنرسمها مؤدبة ومحترمة
ومحافظة على البيزمنت ممبرين بتاعها، او ممكن تكون مالجنانت تيومر، ورم خبيث، وده وحش متشعب بيغزو كل اللي حواليه. لو بصينا على الاطراف الناحية الشمال او الناحية اليمين، هنلاقي ان الناحية الشمال يعني الخلايا الطبيعية فيها والخلايا البناين لسه محتفظة بشكلها واصلها، ما حصلش انابليزيا. لكن الخلايا على الناحية التانية سواء ديسبليجيا او المالجنانت شكلها مشوه وغريب، وفقدت تماما كل المعالم اللي في الخلايا الاصلية، وهو ده مصطلح الانابليزيا. حصل loss of differentiation and distorted appearance. يبقى الاورام بنقسمها حسب البيهيفير او الادب لبناين ومالجنانت ولوكالي مالجنانت، وبنقسم الاورام حسب المنشأ او الاوريجين بتاعها لإبيثيليال تيومرز، ميزنكايمال تيومرز، وحاجة ميكس بين الاتنين. تم بحمد الله افتتاح النومنكليتشر فاكتوري، مصنع تسمية الأورام، عشان لما تسمع اسم الورم تعرف هو حميد ولا خبيث وطالع منين بالظبط. أول سيكشن من المصنع معمول مخصوص للبناين تيومرز، للأورام الحميدة. بنجيب اسم الخلية أو النسيج اللي طالع منه الورم ونلزق في آخره كلمة أوما. أوما دي عاملة زي شهادة حسن سير وسلوك للورم كده. مثلا لو الورم ده طالع من الفايبر تيشو بنحط آخر أوما ويبقى اسمه فايبروما. لو التيومر طالع من الكارتلج بنسميه كوندروما. لو طالع من خلايا العظم بنسميه أوستيوما، يبقى البناين تيومر بنضيف له أوما. طيب لو الورم الحميد ده طالع من نسيج طلائي ابيثيليال تيشو، عندنا اسمين كبار. ادينوما ده في حالة ان هو طالع من غدد او قنوات، طالع من جلاندز او داكتس بنسميه ادينوما. لكن لو طالع من سيرفس ابيثيليوم، نسيج طلائي سطحي وعامل زوائد شبه الصوابع كده، بنسميه بابيلوما. يبقى الحالات الخاصة في البناين تيومرز عندك ادينوما لو طالع من داكت او جلاند، وبابيلوما لو طالع من سيرفس ابيثيليوم وعنده صوابع. والسكشن التاني من المصنع بيعتمد على اصل النسيج، هل هو ابيثيليال تيشو ولا ميزنكايمال تيشو. لو الورم طالع من ابيثيليال تيشو بياخد لقب كارسينوما، وهناخد امثله عليه كمان شويه. ولو طالع من ميزنكايمال تيشو بياخد لقب ساركوما. تعالوا نشوف بقى ازاي نسمي اي ورم طالع من ابيثيليوم. الجلد عباره عن stratified سكويمس. لو الورم اللي طالع منه حميد بناين بنسميه سكويمس سيل بابيلوما، اما لو خبيث بنسميه سكويمس سيل كارسينوما طالع من ابيثيليوم. خلايا الكبد الليفر سيلز او الهيباتوسايتس، الحميد فيها بنسميه ليفر سيل ادينوما، والخبيث بنسميه هيباتوسيلولار كارسينوما واختصارها HCC. الخلايا بتاعت الكلية الرينال ابيثيليوم، الحميد فيها بنسميه رينال تيوبيولار ادينوما، والخبيث بنسميه رينال سيل كارسينوما. المشيمة او البلاسينتال ابيثيليوم، الحميد فيه بنسميه هيداتي فورم مول، هيداتي فورم مول، والخبيث بنسميه باسم مميز جدا كوريو كارسينوما، كوريو كارسينوما. الورم الحميد في اليوريناري تراكت بنسميه يوروثيليال بابيلوما، والخبيث بنسميه يوروثيليال كارسينوما. بالنسبة للأورام اللي بتكون في التستيكلز غالبا بتكون مالجننت مش بتكون بناين، وهنا يعني الاسم مميز وشاذ ولازم يتحفظ دلوقتي. الأورام في التستس اسمها سيمينوما وبتكون مالجننت، آخرها أوما لكن مالجننت، حالة استثنائية تتحفظ دلوقتي. وفي ورم تاني بيكون اسمه امبريونال تيراتوما. يبقى القاعدة العامة في الإبيثيليوم، يبقى أي ورم في الأعضاء دي بكتب اسم الخلية وبعده أوما لو بناين، ولو مالجننت بكتب بعده كارسينوما، واهم اسم هنا هو السيمينوما بتاعة التستس. مكملين مع الأورام الحميدة اللي بتطلع من ابيثيليال اوريجين. البابيلوما دي أشهر ورم حميد بيطلع من البروتكتيف ابيثيليوم، شكلها بيكون بارز لفوق كده كأنها صوابع. وفي هنا معلومة مهمة إن البابيلوما ما عندهاش كبسول، بناين تيومر لكن انكابسوليتد، ما عندهاش كبسول. هاشتاج MCQ. النمو هنا بيكون على هيئة زوائد بنسميها بابيلاري جروس. لو خدنا سيكشن كده تحت الميكروسكوب هتلاقي عبارة عن زوائد بابيلاري. البابيلوما ممكن تكون سكويمس، يعني سكويمس سيل بابيلوما زي اللي بتحصل في الجلد وفي الحنجرة او اللارynx وفي المريء او الازوفيجس وفي عنق الرحم او السيرفكس
وممكن تكون ترانزيشنال اللي بتحصل في اليورينري تراكت، واليورينري تراكت هنا ممكن تكون الكلية او المثانة. ودي تركية مهمة، ان الترانزيشنال سيل بابيلوما ممكن تقلب مالجنانت، عندها هاي ريسك اوف مالجنانت ترانسفورميشن في نسبة من المرضى. يبقى ده شكل البابيلوما على هيئة صوابع. بعد كده عندنا الادينوما، دي الاورام الحميدة اللي بتطلع من الغدد جلاندولار ابيثيليوم. عندك سيمبل ادينوما زي اللي بتطلع في الغدد الصماء او البنكرياس او الكلى. عندك فلوكولار ادينوما هنا في الثيرويد جلاند، مثال على السيمبل ادينوما. الادينوما لو حصلت في البريست بنسميها فايبرو ادينوما، وده اشهر ورم حميد في البريست. وتالت مثال على الادينوما هي السيستادينوما اللي بتحصل في الاوفري. ده ورم غدي عبارة عن اكياس في المبيض بنشوفه في الاوفري. نرجع بقى للأورام الخبيثة أو الكارسينوما. لو بصينا على البروفايل بتاع الكارسينوما علشان نعرف يعني كم معلومة عنها، هنلاقي إنها غالبا بتيجي في الناس الكبيرة في السن فوق 40، والنمو بتاعها هادي شوية عن الساركوما، وبتكبر عن طريق الاختراق، بتعمل انفلتريتيف جروس، وبتنتشر بشكل أساسي عن طريق الليمف. أشهر أمثلة على الكارسينوما رقم 1 هو السكويماس سيل كارسينوما. ده بيطلع من الأسطح اللي فيها استراتيفايد سكويماس إبيثيليوم اللي هو الجلد، أو الأسطح اللي حصل فيها ميتابليزيا. وقلنا الورم الحميد في الغدة بنسميه أدينوما، يبقى المالجنانت هنسميه أدينو كارسينوما. أدينو كارسينوما هو السرطان الغدي، بيعمل شكل حويصلات أسينر باترن تحت الميكروسكوب، ولو بيفرز مخاط بنسميه ميوسينس كارسينوما. بيجي في الكولون والمعدة والمرارة والبروستاتا. كولون، معدة، مرارة، بروستاتا. تالت مثال للحفظ هو البيزل سيل كارسينوما. فاكرينه؟ اتكلمنا عن انه كانسر لكنه مش بينتشر، نو ميتاستاسيس، لوكالي مالجننت. بنسمي البيزل سيل كارسينوما في الجلد رودنت ألسر. يلا نراجع الكلام ده. يبقى البناين تيومر في الابيثيليوم يا اما بابيلوما سطحي وانكابسوليتد، يا اما ادينوما غدي وفي منه 3 سيمبل زي الفولوكولار ادينوما وزي الفايبرو ادينوما وزي السيستادينوما. لو مالجننت في الجلد بنسميه سكويماس سيل كارسينوما. لو في الوش بنسميه بيزل سيل كارسينوما. الرودنت ألسر غالبا بتحصل في الوش. ولو في الغدد بنسميها ادينو كارسينوما. كده احنا خلصنا الابيثيليال تيومرز، البناين منها والمالجننت. ندخل بقى على عيلة الميزنكيمال تيومرز، الميزنكايمال تيومرز، الاورام اللي طالعه من النسيج الضام والعضلات والاوعية. خلونا الاول نعرف ان الساركوما اقل انتشارا من الكارسينوما، less common. كمان بتيجي في الشباب اللي تحت 20 سنة او الاطفال، والنمو بتاعها اسرع بكتير من الكارسينوما. يبقى الساركوما اقل في الانتشار واسرع في النمو، وبتكبر عن طريق الاكسبانشن، التمدد. وعشان هي بتنتشر بسرعة عن طريق التمدد بتكون حواليها كبسولة كاذبة، سودو كبسول. كمان الساركوما الانتشار بتاعها بيكون ميلي من خلال الدم، بتعمل هيماتوجينوس سبريد. تعالوا بقى نشوف امثلة العيلة دي حميد وخبيث. الورم الحميد في الفايبرس تيشو او النسيج الليفي اسمه فايبروما، والخبيث اسمه فايبرو ساركوما. فايبرو ساركوما، يبقى فايبروما فايبرو ساركوما. الورم الحميد في الفاتي تيشو او النسيج الدهني اسمه لايبوما، وده اشهر ورم حميد على الاطلاق. بيجي تحت الجلد بالشكل ده، يعني بيبقى كيس دهني عبارة عن كوليكشن اوف فات تيشو ومتحاوط بفايبرس كبسول. ده هو الكيس الدهني اللايبوما. والنوع الخبيث من اللايبوما اسمه لايبوساركوما. الورم الحميد من الغضاريف اسمه كوندروما، والخبيث اسمه كوندروساركوما. الورم الحميد في العظم او البون اسمه اوستيوما، وده في منه 3 انواع. رقم 1 هو الكومباكت، ده عظم صلب زي العاج بيطلع من الجمجمة، وده ملوش كبسول انكابسوليتد. تاني واحد نقول ان هو ملوش كبسول، فاكر الاول؟ المثال التاني على الاوستيوما هو الاوستيوكوندروما، ده بيطلع من غضروف النمو في العظم. المثال الثالث هو الاوستيويد اوستيوما، ده بيطلع من الجزء الاسفنجي في العظام الطويلة.
ده بالنسبة للبناين تيومر في البون. طب وبالنسبة للمالجنانت اسمه اوستيوجينيك ساركوما. الأورام الحميدة في الأوعية الدموية بنسميها هيمانجيوما، ودي برضو انكابسوليتد ملهاش كبسول، والخبيث منها بنسميه انجيو ساركوما. وبالنسبة للعضلات الملساء الورم الحميد فيها بنسميه لايومايوما، وده أشهر ورم حميد في عضلات الرحم، والخبيث منه اسمه اللايومايوساركوما. وبالنسبة للعضلات الهيكلية الستريتد ماسلز البناين فيها بنسميه رابدومايوما، والمالجنانت بنسميه رابدومايوساركوما. عندنا كمان أمثلة مهمة جدا في الجدول زي الميزوثيليوم بيدي ميزوثيليوما ودي غالبا مالجنانت، والمننجيس اللي بتغطي البرين بيتكون فيها مننجيوما وده غالبا حميد، والبلاد او الليمف بيتكون في البلاد لوكيميا سرطان الدم او الليمفوما ودول دايما مالجننت. يبقى الساركوما بتيجي للشباب تحت سن 20 سريعة في النمو وبتنتشر في الدم، وكل نسيج ضام في منه ورم حميد اخره اوما وورم خبيث اخره ساركوما. اهم اتنين هما اللايبوما واللايومايوما. اللايبوما الكيس الدهني، واللايومايوما اشهر ورم في الرحم. كمان الاوستيوكوندروما ده ركز عليه لان لو في كتير منه بيقلب مالجننت. الاوستيوكوندروما يبقى اللايبوما لايومايوما والاوستيوكوندروما. واوعى تنسى التلاتة دول ميزوثيليوما مننجيوما لوكيميا اند ليمفوما. ميكسد تيومرز في أورام بقى ميكس طالعة من أكتر من نوع من الخلايا more than one cell type، كأنك جبت شوية خلايا كده ضربتهم في الخلاط. لو الخلايا دي طالعة من طبقة جينية واحدة one germ cell layer الحميد زي البوليومورفيك أدينوما، ده عبارة عن benign tumor في الساليفري جلاند، والخبيث بتاعه اسمه malignant mixed tumor of salivary gland. ممكن كمان يطلع في الكلى ورم خبيث مختلط للأطفال اسمه ويلمز تيومر، ده لو الخلايا طالعة من طبقة جينية واحدة one germ layer. طيب ماذا لو الخلايا طالعة من أكتر من طبقة جينية multiple germ layers؟ دي بنسميها تيراتوجينس. الحميد منها بنسميه ماتيور تيراتوما أو ديرمويد سيست، وده عبارة عن كيس مليان خليط من الخلايا جواه شعر وأسنان ودهون، والخبيث منه اسمه immature تيراتوما. يبقى البناين ماتيور، الخبيث immature تيراتوما او اسمه التاني تيراتو كارسينوما. واخيرا معانا 4 اسماء مهمة جدا في الامتحان لازم تفهمهم كويس. اولا الامبريونيك تيومرز او البلاستوماز، دي اورام خبيثة طالعة من خلايا جينية لسه ما نضجتش امبريونيك سيلز او بريميتيف سيلز، خلايا بدائية بتيجي غالبا للأطفال تحت ال5 سنين. عندنا 5 أمثلة آخرهم بلاستوما. في المخيخ ميدالو بلاستوما، في الكلى نفرو بلاستوما أو ويلمز تيومر، في الكبد هيباتو بلاستوما، في الشبكية بتاعة العين ريتينو بلاستوما، في الكظرية نيورو بلاستوما. ثانيا الكوريستوما أو هيتيروتوبيا، ده مش ورم حقيقي، دي خلايا صح لكن في المكان الغلط. عارف الشخص الصح في المكان الغلط؟ دي الخلايا الصح في المكان الغلط بقى. normal cells in abnormal location، الخلايا النورمال في المكان الابنورمال، زي ما تلاقي حتة نسيج من البنكرياس موجودة في المعدة. يبقى الهيتيروتوبيا مش نيوبلازم مش تيومر، دي عبارة عن خلايا صح في المكان الغلط normal cells in abnormal location. رقم 3 معانا هي الهامرتوما، برضو ده مش تيومر، دي عبارة عن خلايا صح في المكان الصح لكن مترتبة بشكل غلط abnormally arranged أو disorganized arrangement. دي عبارة عن كتلة موجودة من الولادة ونموها بيقف عند البلوغ زي الهيمانجيوما الوحمة الدموية. رابعا البيجمنتد تيومرز أورام الخلايا الصبغية، دي أورام بتطلع من الخلايا اللي بتفرز الميلانين أو الميلانوسايتس. الحميد منها هو الحسنة العادية البيجمنتد نيفس أو المول، والخبيث المرعب بتاعها هو المالجنانت ميلانوما، ده سرطان بيطلع من الخلايا الصبغية
وغالبا بيجي فوق سن ال30، وممكن يطلع فجأة او فوق حسنة قديمة حصل فيها لخبطة. يبقى البلاستوما ورم خبيث في الاطفال تحت سن ال5 سنين، والكوريستوما او الهيتيروتوبيا عبارة عن خلايا صح في المكان الغلط، والهامرتوما عبارة عن لخبطة في الترتيب، والنيفس يعني حسنة حميدة لو قلبت مالجننت بيبقى اسمها مالجننت ميلانوما. قالك البناين تيومر ده ممكن نعتبره السجين المؤدب. طيب ليه؟ لسببين: اولا من ناحية التركيب، وثانيا من ناحية السلوك. من ناحية التركيب، جروسلي او بالعين المجردة شكله كروي او بيضاوي spherical or oval، والاهم ان هو متغلف بكبسول، بفايبرس كبسول بتعزله عن اللي حواليه. ولما نقطعه ونبص عليه من جوه ناخد كات سيكشن بنلاقيه متجانس، يعني هوموجينس، مفيش فيه لا نزيف ولا خلايا ميتة، ما حصلش اي نكروزس او هيموريدج. وتحت الميكروسكوب بنشوف خلايا محترمة جدا شكلها مؤدب وشيك وشبه النسيج الاصلي اللي طلعت منه تماما، بنقول عليها ويل ديفرنشيتد. ثانيا من ناحية البيهيفير او السلوك، البناين تيومر النمو بتاعه بطيء سلو جروس، وبينمو عن طريق التمدد او الاكسبانشن، يعني بيضغط على اللي حواليه، بيعمل بريشر لكن مش بيعمل انفيجن، مش بيخترق اللي حواليه، بيحترم الحاجات اللي حواليه. وبالنسبة للانتشار فهو مش بيتحرك من مكانه، عبارة عن localized no spread. البناين مفيش سبريد. كمان البناين تيومر من مميزاته ان احنا لو شلناه جراحيا ما بيرجعش تاني no recurrence، عشان كده البروجنوزس بتاعه كويس، عنده جود بروجنوزس. تأثير البناين تيومر ده على العيان يعني مش خطير خالص، الا لو الضغط اللي هو بيسببه ده، البريشر اللي هو بيسببه ده على عضو حيوي زي المخ او القلب، او في حالات نادرة جدا لما يتجنن ويقلب مالجننت، يعمل مالجننت ترانسفورميشن. نسيب بقى المحترم ده وندخل على البلطجي، المالجننت تيومر، الاورام الخبيثة. اولا من ناحية التركيب او الاستراكتشر، اول ما تبص عليه بالعين المجردة كده هتلاقيه ملوش كبسولة uncapsulated، ولما نقطعه بنلاقيه بشع، يعني مليان مناطق ميتة نيكروزس، وفي هيموريدج كتير، مليان هيموريدج ونيكروزس. لو المالجننت تيومر ده موجود في عضو مصمت بيبقى عبارة عن كتلة غير منتظمة فيكسد irregular ماس، ولو موجود على سطح ممكن يعمل كتلة بارزة لبره بنسميها بوليبويد، او يخترق لتحت يعمل انفلتريشن او يعمل قرحة. لو بصينا على المالجننت تيومر ده تحت الميكروسكوب هنا بنشوف اهم مصطلح في الشابتر وهو الانابليجيا. انابليجيا يعني الخلايا فقدت هويتها، بنعرفها باختلاف الاشكال والاحجام بتاعه الخلايا، البوليومورفيزم، وكمان ان هي فقدت الترتيب الهندسي بتاعها loss of polarity. كمان النواة اللي جوه الخلية بتبقى اتجننت، بتكبر خالص اللارجد وبتبقى غامقة جدا هايبر كروماتيك نيوكلياي، والنسبة بين النواة والسيتوبلازم بتزيد increased N على C ratio. كمان الخلايا بيبقى عندها هاي ميتوتيك ريت، بتنقسم بمعدل عالي جدا. ثانيا من ناحية السلوك، النمو بتاعه رابيد جروس، بينمو بسرعة الصاروخ، وبينمو من خلال الانفلتريشن والدستراكشن، بيدمر اللي حواليه. وبالنسبة للانتشار فهو بيسافر لكل حتة بقى، سواء بالدم او بالليمف او بالغزو المباشر، دايركت ميتاستاسيس، دايركت سبريد. للأسف حتى لو شلناه غالبا بيرجع تاني، recurrence is common. وتأثير المالجنانت تيومر على العيان بيبقى خطير وقاتل، لأنه بيدمر الأعضاء القريبة والبعيدة كمان، يعني مش بيكتفي بالحاجات القريبة بس، لأنه بيعمل ميتاستاسيس وبيفرز مواد بتعمل حاجات في الجسم بنسميها بارانيوبلاستيك سندروم، زي كوشنج سندروم هتاخدها في الاندوكراين بعدين. بالاضافه للانيميا والضعف العام بيعمل حاجه اسمها كاكيكسيا اتكلمنا عنها قبل كده. يبقى الحميد سجين محترم عنده كبسوله، بينمو بالاكسبانشن او التمدد، مش بيسافر نو ميتاستاسيس، وما بيرجعش تاني نو ريكارنس. المالجننت او الخبيث مفيش كبسولة، راجل يعني بلطجي، بيعمل انابليزيا، عندك بوليومورفيزم وخلايا مشوهة والنواة كبيرة، بيغزو اللي حواليه، بيعمل انفلتريشن ودستراكشن للي حواليه، بيعمل سبريد من خلال الدم او الليمف او دايركتلي، ولو شلناه بيرجع تاني، بيحصل ريكارنس. تاني سريعا على الانابليجيا،
تحت الميكروسكوب في المالجنانت تيومر بنشوف انابليجيا، الخلايا فقدت هويتها، حصل بوليمورفيزم، بقى في تباين في الشيب والسايز بتاع الخلايا، حصل ان هي فقدت الترتيب الهندسي بتاعها، loss of polarity، loss of architectural polarity. النواة بتتجنن، بيبقى هايبر كروماتيك نيوكلياي. طيب صلى على النبي. benign versus malignant. عشان نثبت المعلومات اللي فاتت دي صم، تعالوا نضرب مقارنة سريعة، يعني خلاصته الخلاصة بين البناين والمالجنانت، بين الورم الحميد والورم الخبيث. من ناحية الشكل، الحميد بيبقى متغلف ومحكوم بكبسول، بيبقى encapsulated well defined، الحدود بتاعته واضحة. لكن الخبيث ملوش حدود واضحة، يعني مبهدل الدنيا خالص، poorly circumscribed، ما عندوش كبسول، non-capsulated، non-encapsulated. علاقة البناين تيومر بالأنسجة اللي حواليه إنه بيكون مؤدب، يعني آخره يضغط عليها بس يعمل كومبريشن، يضغط على الادجسنت تيشوز. لكن الخبيث ده بلطجي، يعني بيغزوها ويخترقها، بيعمل انفيجن أو انفلتريشن، بينفيد ويدستروي الأنسجة المجاورة. بالنسبة لشكل الخلايا تحت الميكروسكوب في البناين تيومر بتبقى شبه النسيج الأصلي اللي طالع منه، بنقول عليها well differentiated. لكن الخبيث بيكون حاصل فيه انابليجيا، بتبقى poorly differentiated، مش شبه الخلية الأصل تماما، وعليها كل علامات الخبث، كل علامات الانابليجيا. بالنسبة للتغيرات الجينية فهي نادرة جدا في البناين تيومرز، ودايما موجودة ومنتشرة في الخلايا المالجنانت. بالنسبة للانتشار او سرعة الانتشار، فالبناين تيومر النمو بتاعه بطيء slow growth، وما بيسافرش من مكانه no metastasis. اما الخبيث فنموه صاروخي rapid growth، وبينتشر في كل حتة frequent spread، بيعمل ميتاستاسيس، بيميتاستاسايز everywhere. وبالنسبة للمصير فالحميد آخره لو كبر يعمل مشكلة في مكانه بس، لكن الخبيث بيعمل مشاكل موضعية وينتشر في أماكن تانية ويعمل مشاكل في الجسم كله، وللأسف بيكون مميت، بيحصل local and metastatic complications. طيب احنا اتكلمنا ان المالجنانت تيومر بينتشر، ما اتكلمناش عن ازاي بينتشر، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. ازاي السرطان بيقدر يغزو الجسم كله، ازاي بيقدر يسافر لأماكن غير اللي هو موجود فيها. عندنا طريقين كبار. الطريق الأول هو الانتشار الموضعي أو المباشر local or direct spread، وده معناه إن الورم بيخترق الأنسجة اللي جنبه على طول حتة بحتة indirect continuity، يعني بياكل في جيرانه من الأنسجة. ادي البرايمري تيومر اهو، وادي هو بياكل في النسيج اللي جنبه، بيعمل دايركت او لوكال سبريد. الطريق التاني اللي هو الديستانت سبريد، ان هو يعمل ميتاستاسيس، وكلمة ميتاستاسيس دي هي الاخطر، معناها ان السرطان ساب بيته الاصلي وسافر قاعد في عضو تاني بعيد تماما. وقبل ما نعرف ازاي بيسافر للاماكن البعيدة دي، في جولدن رول هنا علشان اسئلة الام سي كيو لازم تحفظها. الكارسينوما بتحب تسافر عن طريق الليمف، اما الساركوما بتحب تسافر عن طريق الدم. يبقى الكارسينوما بتفضل الليمفاتيك روت، لكن الساركوما بتفضل الهيماتوجينس روت. احفظها كده ان الكارسينوما بتركب الليمف. هنتكلم عن الاتنين دول بالتفصيل دلوقتي. تعالوا نمسك مع بعض اول واهم سكة للسفر عن طريق الليمف او الليمفاتيك سبريد، ودي السكة المفضلة للكارسينوما. والوصول للعقد الليمفاوية دي بيتم بثلاث طرق: 1 2 3. 1 ليمفاتيك امبولاي جاية من كلمة جلطة. هنا الخلايا بتنفصل وبتعمل جلطة سرطانية، بيمشيها تيار الليمف لحد ما توصل لأول عقدة ليمفاوية تقابلها، أول دريننج ليمف نود. 2 ليمفاتيك بيرميشن، هنا الخلايا بتنمو جوه الوعاء الليمفاوي نفسه كأنها عبارة عن طابور من الخلايا، طابور متصل من الخلايا لحد ما تقتحم العقدة اللي بعدها. 3 ريتروجريد ليمفاتيك سبريد، وده الانتشار العكسي. لما الورم يسد السكة الطبيعية بتاعت الليمف بيضطر يلف ويرجع لورا، فالسرطان يظهر في أماكن غريبة وعكس التيار، زي ما يحصل سرطان في المعدة وفجأة تلاقي الخلايا وصلت فوق، طلعت فوق للعقد الليمفاوية اللي فوق الترقوة،
الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود، بنسميها الفيركوز ليمف نود. وفي اسم تاني مهم عندنا وهو الكريكنبرج تيومر، وده عبارة عن سرطان منتشر بايلاترالي، يعني على الناحيتين في المبيضين الاتنين. زمان كان في كلام كتير عليه، بس حاليا الابحاث بتقول انه غالبا بيحصل بسبب الانتشار الليمفاوي العكسي ده اللي هو الريتروجريد، وبيكون اصله سرطان في المعدة او القولون او البنكرياس او حتى البريست. يبقى الكريكنبرج تيومر عبارة عن بايلاترال اوفريان ميتاستاسايز، حصل ميتاستاز من مكان تاني للمبيضين الاتنين. يبقى الليمفاتيك سبريد 3، ليمفاتيك امبولاي جلطة سرطانية، او ليمفاتيك بيرميشن بيحصل نمو داخل الليمفاتيك فيسل نفسه، او ريتروجريد ليمفاتيك سبريد. واتكلمنا عن الفيركوس ليمف نود، ده بالنسبة للليمفاتيك سبريد السكة المفضلة للكارسينوما. تعالوا بقى نشوف السكة التانية، هيماتوجينوس سبريد، السفر عن طريق الدم. الهيماتوجينوس سبريد او السفر عن طريق الدم دي سكة الساركوما المفضلة. بس خلي بالك في كارسينوما برضو بتستخدم الدم، زي سرطان الكلى والكبد والثيرويد جلاند والبروستاتا، دي كارسينوما اكسبشنز، لكن الدم رقم واحد فيه هي الساركوما. يبقى الدم هو السكة الأساسية للساركوما، لكن هناك استثناءات من الكارسينوما. السكة الثالثة والأخيرة للانتشار هي الانتشار من خلال البادي كافيتيز أو التجاويف، الترانس سولاميك سبريد. تخيل الخلايا السرطانية دي عاملة زي البذور، بيحصل سيدنج، البذور دي بتترش، الخلايا دي بتقع وتنتشر في التجاويف الكبيرة، زي تجويف البطن اللي هو البروتونية الكافيتي، او الغشاء المحيط بالرئة اللي هو البلورال كافيتي، يعني السهم ده المفروض يبقى فوق هنا عامل كده. واشهر الامثلة هي سرطان المبيض الاوفريان كانسر اللي بينتشر في البطن، وورم الميزوثيليوما اللي موجود في الغشاء اللي بيغطي اللنج بينتشر في تجويف الصدر. يبقى الخلاصة ان التيومر بينتشر بشكل موضعي لوكالي او دايركت للانسجة المجاورة، او بيعمل ميتاستاسيس لاماكن تانية. الليمف هو سكة الكارسينوما، والدم هو سكة الساركوما. وافتكر ان الكريكنبرج تيومر في المبيضين اصله ريتروجريد ليمفاتيك سبريد، وان السيدنج بيحصل في التجاويف زي البطن والصدر. طيب احنا قلنا طرق السفر، ازاي بقى الورم بيسافر، او ايه هي الميكانيزم اللي بيستخدمها علشان يسافر، ايه هي الميكانيزم اوف سبريد؟ قالك الموضوع ده بيتم على خطوتين اساسيتين، 1 2. اول خطوة هي الانفيجن اوف اكسترا سيلولار ماتريكس. ازاي؟ عشان الخلية السرطانية تطلع من مكانها لازم تكسر السور اللي كان حابسها، لازم تكسر البيزمنت ممبرين وتخترق النسيج اللي بين الخلايا اللي هو الاكسترا سيلولار ماتريكس. لو بصينا على الرسمه دي هنلاقي الخلايا السرطانيه بتطلع دراعاتها او البروزات بتاعتها الانفيزيف، اسمها ايه؟ انفادوبوديوم، بنسميها الانفادوبوديوم او السودوبوديوم، اقدام كاذبه. الاقدام دي هي اللي بتنشط بروتينات زي ال RHOC عشان تقدر تمشي وتزق نفسها جوه النسيج لحد ما توصل لأقرب وعاء دموي. وهنا نيجي للخطوة التانية، وهي الانتشار في الدم والاستقرار، vascular dissemination and homing. الورم الأساسي البرايمر تيومر، وهو بيكبر مش كل خلاياه زي بعض. الخلايا اللي في عز انقسامها اللي في الاس فيز او الجي 2 فيز او الام فيز بتكون حركتها ضعيفة، بيبقى عندها لو موتاليتي، بتبقى مشغولة في الانقسام. لكن الخلايا اللي في مرحلة التجهيز، الخلايا اللي في الجي 1 فيز، هي دي العفريت اللي بيسافر. الخلايا دي بتبدأ تظهر بروتينات معينة زي الكي ار تي اي بي 2 3، وبتكتسب قدرة عالية جدا على الحركة، بيبقى عندها هاي موتاليتي، ده الترافلر، ده العفريت اللي بيسافر. كمان بمساعدة بعض المواد في بيئة الورم زي الأخ ده ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا، الخلايا السريعة دي بتنفصل عن الورم الأساسي وتقتحم الأوعية الدموية والليمفاوية، وتفضل ماشية لحد ما تلاقي عضو مناسب تستقر فيه وتعمل مستعمرة جديدة وتبني بيت جديد. وعشان كده بنلاقي ان في اعضاء محبوبة ومفضلة للسرطان، يعني بيحب يسافر لها هي عن طريق الدم، زي ايه؟ زي الليفر واللنج والبون والبرين.
liver lung bone brain، 2 بحرف ال و2 بحرف البي. وعلى الجانب الآخر في أعضاء تانية نادرا رير لما يحصل لها ميتاستاسيس، لما يوصل لها انتشار، زي الأمعاء الانتستين والطحال السبلين والعضلات والقلب. يبقى الخلايا السرطانية علشان تنتشر لازم تمد دراعاتها، تمد الانفادو بوديوم، وتغير من نشاطها الجيني عشان تقدر تتحرك، يبقى عندها هاي موتاليتي. تاني الكارسينوما بتفضل الليمف، والساركوما بتفضل الدم. اوعى تنسى الاربع اماكن المفضلين للسرطان: ليفر لانج بون برين، ليفر لانج بون برين، ليفر لانج بون برين. ودي الاماكن اللي نادرا لما يسافر لها السرطان. صلوا على النبي. في بقى حاجات في جسمنا بنسميها القنابل الموقوتة، ذا تايم بومبس. الحاجات دي في أصلها مش سرطان، هي آفات غير خبيثة، نون مالجننت، لكن لو اتثابت وأهملت احتمال كبير جدا تتجنن وتقلب لسرطان. الحاجات دي بنسميها البري كانسرس ليجنز. العلماء قسموا الحاجات دي في 4 فولدرات. الفولدر الاول او المجموعة الاولى هي الكرونيك انفلاميشن. الالتهاب لما بيطول زيادة عن اللزوم بيخلي الخلايا تتجنن وتنقسم بشكل رهيب. ليه؟ علشان تعوض الخلايا اللي بتموت من الالتهاب. فالانقسام السريع ده بيزود فرص انه يحصل سرطان. زي ايه؟ زي التهاب المثانة في البلهارسيا، الكرونيك بلهارسيال سيستايتس، وحصوات المرارة المزمنة. وزي الليكوبليكيا. المجموعة التانية هي الهايبر بلاستيك ليجنز، زيادة عدد الخلايا. نفس الفكرة، هنا بيحصل هايبر بليزيا، بيحصل انقسام بشكل عالي، انقسام بمعدل عالي. ومن اشهر الامثلة هو تليف الكبد، ليفر سيروزس. الخلايا هنا بتعافر علشان تجدد نفسها، فممكن تقلب سرطان كبد. وزي زيادة سمك بطانة الرحم، الاندوميتريال هايبربليجيا. الفولدر الثالث هو الأورام الحميدة، البيناين تيومرز. مش كل الحميد بيفضل حميد، في استثناءات خاينة ممكن تقلب لمالجننت. الزوائد اللحمية في القولون، خصوصا لو كانت مالتيبل، كانت متعددة، حالة اسمها مالتيبل بوليبوزيس. في بوليب، انا يعني وريتكم صورة ليها فوق بس تقريبا نسيت اتكلم عنها. بيبقى طالع في الكولون كده بوليب. لو في بوليبز كتير بنسميها مالتيبل بوليبوزيس. والمالتيبل بوليبوزيس ده بيناين تيومر، ممكن يقلب مالجننت، ممكن يقلب كانسر تحت عنوان البري كانسرس ليجن. والحسنات عند الناس الكبيرة ممكن تقلب مالجننت. الفولدر الرابع والأخير هو عبارة عن حالات خاصة، special conditions، زي حالة الخصية المعلقة. الخصية المعلقة دي واحدة من الاتنين، ما بتنزلش في مكانها الطبيعي، فبتفضل في الابدومين، حرارتها بتعلى وممكن تقلب سرطان، لذلك لازم تتشال. المثال التاني هو مرض جفاف الجلد، الزيرو ديرما بيجمنتوزا. دول مرضى جسمهم ما بيعرفش يصلح تلف الدي ان ايه اللي بتسببه الشمس، فبيجيلهم سرطان في الجلد بسهولة. وفي حالة تانية اللي هي الجاستريك بيبتيك ألسر، قرحة المعدة. كل الفولدرات دي عبارة عن قنابل موقوتة او بنسميها بري كانسرس ليجنز. طيب عمالين نتكلم عن السرطانات وانواع السرطانات وازاي بتنتشر وطرق الانتشار، ودي بتسافر بالليمف ودي بتسافر بالبلد. ايوه، ايه ازاي برضو السرطان بيموت البني ادم؟ يعني ايه هي اسباب الوفاة عند مريض السرطان؟ ايه هي الكوزز اوف ذس؟ الموضوع مش مجرد ورم بيضغط وشكرا، لا، دي منظومة كاملة للانهيار. اول حاجة هي المالجنانت كاكيكسيا، بيبقى فيه سيفير انيميا حادة. ادي الصورة اهي من المحاضرة الاولى تحت عنوان الكاكيكسيا. والمالجنانسي كانت السبب رقم 2، والسبب رقم 1 كانت تي بي. يبقى أول سبب للوفاة هو المالجنانت كاكيكسيا، سيفير أنيميا وويستنج سندروم. تاني سبب معانا هو الأورجان فيلير، سواء بالضغط، يعني حصل انتراكرينيال بريشر، زيادة الضغط جوه الجمجمة، يعني التيومر بيضغط على العضو جوه الجمجمة، أو بتدمير النسيج نفسه، يعني حصل مشكلة في الكبد، حصل فشل كبدي او فشل كلوي، حصل فيتال اورجان دامج او فيتال اورجان فيلير، العضو حصل له مشكله لدرجه ان هو خلاص ما بقاش شغال.
الكليه لا بتفلتر ولا الكبد بيهضم ولا بيعمل ميتابوليزم ولا اي حاجه. السبب اللي بعد كده هو الوايد سبريد ميتاستاسيس، يحصل انتشار للورم لاماكن تانية. قلنا ليفر لانج بون برين، اورجان ديستراكشن باي ميتاستاسيس، اي حته هنسافرها هي هتموت. والبارا نيوبلاستيك سندروم، دي مواد غريبه الورم بيفرزها زي هرمونات او غيره بتبهدل وظائف الجسم بعيدا عن مكان من الورم نفسه وتأثير الورم ككتلة. دي مواد بتطلع منه بتأثر على الميتابوليزم في الجسم كله، بتخلي الجسم بقى يعلي في الحرق ويبهدل الدنيا خالص. يبقى البري كانسرس ليجونز هي مرحلة ما قبل الانفجار. عندك قنبلة موقوتة، 4 فولدرات، كرونيك انفلاميشن وهايبربليزيا بزيادة، والبناين تيومرز اللي ممكن تقلب مالجننت، وحالات خاصة أهمها الخصية المعلقة الكريبتوكيديزم. واتكلمنا عن ازاي السرطان بيموت، قلنا من خلال السيفير أنيميا والأورجان فيلير، سواء بالضغط أو بالدمج، فشل كبدي، فشل كلوي، أو انتشار لأعضاء أخرى، أو بسبب البارانيوبلاستيك سندرومز. تعالوا بقى نشوف الورم ده سواء كان حميد أو خبيث بيعمل ايه في العيان اللي عنده الورم. effects of tumor على الهوست او الانسان. التأثيرات دي بنقسمها لحاجات موضعية، حاجات local effects، وحاجات تانية بتبهدل الجسم كله systemic effect. اولا اللوكال effects او التأثيرات الموضعية، دي بتحصل بسبب حجم الكتلة نفسها او مكانها، ودي ممكن يعملها البناين او المالجننت. رقم 1 الكومبريشن او الابستراكشن، يحصل ضغط او انسداد، الورم يضغط على عصب جنبه او وعاء دموي جنبه، ولو طالع في الماسورة زي الامعاء مثلا او القصبة الهوائية بيسد الماسورة دي تماما. الهيموريدج والالسريشن، يحصل تقرح ويحصل نزيف. الورم لما يكبر الدم ما بيكفيهوش فالسطح بتاعه يموت ويعمل قرحة وتنزف. وغير الكومبريشن والابستراكشن بيحصل هيموريدج والسريشن، الورم لما بيكبر الدم اللي وصل له مش بيكفيه فالسطح بتاعه بيموت ويعمل قرحة والقرحة دي تنزف. وخلي بالك السرطانات ليها قابلية للنزيف والعدوى البكتيرية أكتر بكتير من الأورام الحميدة. يعني المالجننت بيحصل فيه هيموريدج، يعني من الصور اللي شفناها يعني من شوية كان فيه هيموريدج جامد أوي في المالجننت، لكن البناين كان حاجة كده محترمة ومؤدبة، لا فيها هيموريدج ولا فيها بكتيريا الانفكشن، مفيش أي عدوى ولا نزيف. وغير الكومبريشن والأوبستراكشن والهيموريدج والألسريشن ممكن يحصل تورجن يعني التواء. لو الورم ده طالع في المبيض وليه عنق ممكن يلف حوالين نفسه ويقفل الدم، يعني يقفل الوعاء الدموي ويعمل ألم فظيع. واخر حاجة في اللوكال افكتس هي الدستراكشن، يحصل تيشو دستراكشن. مين كان بيعمل تيشو دستراكشن للجيران، البنان ولا المالجننت؟ مين كان بينفيد الجيران ويعمل لهم انفلتريشن؟ المالجننت. ده تخصص الاورام الخبيثه، بتخترق وتدمر اي عضو حيوي جنبها. ده بالنسبه لللوكال افكتس. نيجي على السيستميك افكت، والسيستميك افكتس حاجتين، الحمى او الفيفر وانتاج الهرمونات. المريض بيسخن لان خلايا الورم نفسه بتفرز مواد بترفع الحراره، المواد دي بنسميها بايروجينز، بنسميها تيومر بايروجينز. وبالنسبه للهرمونات لو الورم طالع من غده بيخليها تفرز هرمونات بطريقه غبيه. يعني لو الورم ده طلع في البنكرياس هيخلي البنكرياس يطلع انسولين بكميات كبيره وممكن يدخل العيان في غيبوبه سكر، او اورام الغده الكظريه اللي بتطلع كورتيزون. يبقى 1 لوكال افكت، 2 سيستميك افكت. طبعا مريض السرطان بيبقى خاسس جدا وضعيف جدا جدا، الحالة دي بنسميها كانسر كاكيكسيا. المريض بيفقد وزنه وشهيته وبيجيله انيميا حادة، سيفير انيميا. طيب ليه ده بيحصل؟ لان الورم بيسحب طاقة الجسم ومعدل الحرق بيعلى جدا، يعني الميتابوليزم بيزيد. كمان الورم بيطلع سموم، والسموم دي بتكسر الدهون والعضلات والبروتينات بتاعة الجسم، يعني الورم بياكل في عضلات ودهون العيان حرفيا. رقم 4 هي البارا نيوبلاستيك سندروم، ده عفريت الباثولوجي. في البارا نيوبلاستيك سندروم الأعراض بتظهر في أماكن بعيدة، يعني لا هي سبب انتشار الورم ولا سبب هرمونات الغدة الأصلية. يعني ورم في الرئة مثلا تلاقيه بيفرز هرمونات
تعمل حاجة اسمها كوشنج سندروم، دي ملهاش علاقة بالرئة نهائي، او تعمل فشل كلوي. دي حركة مشهورة جدا مع المالجننت تيومرز. الحركة دي هي البارانيوبلاستيك سندروم. يبقى الورم بيأثر بشكل موضعي بشكل لوكال عن طريق الضغط والانسداد والهيموريدج والالسريشن والالتفاف او التورجن، وبشكل سيستميك بالهرمونات والفيفر. تيومر بايروجينز بتعمل فيفر، والكاكيكسيا هي حالة الهزال الشديد بسبب السموم بتاعة الورم. والبارانيوبلاستيك سندروم هي اعراض في اماكن غريبة ملهاش علاقة بمكان الورم. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي جالك عيان العيادة عنده ماس، عنده كتلة، شلناها وبعتناها المعمل الباثولوجي يبص عليها، يقطعها كده شرايح ويبص عليها. دكتور الباثولوجي مطلوب منه يحدد البروجنوزيس، والورم ده واصل لفين، يعني مرحلة كام مثلا، احنا في ليفل كام دلوقتي. عشان يعمل كده بيقيم الورم بحاجتين اساسيتين ودايما بيجوا مقارنة: الجريدنج اند staging. ايه الفرق بين الجريدنج والستيجنج؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. اولا الجريدنج او الهيستولوجيكال جريدنج ده الميكروسكوبيك لوك اللي انا بشوفه او بعرفه لما ابص على الحاجة تحت الميكروسكوب. احنا بنسأل الخلايا سؤال واحد بس: انتوا شبه الخلايا الاصلية بنسبة كام في المية؟ بنقسمهم طبقا للديجري اوف ديفرنشيشن ل4 درجات. جريد 1 ده عبارة عن خلايا محترمة وشبه الاصل تماما، بنقول عليها ويل ديفرنشيتد، يعني شبه الاصل. جريد 2 خلايا نص شبه الاصل ونص مش شبه الاصل، بنقول عليها moderately differentiated، يعني نص نص. جريد 3 خلايا شكلها باظ ويعني بقت بورلي ديفرنشيتد. جريد 4 دي الانابلاستيك سيلز، دي خلايا اتجننت تماما وما بقاش ليها اي ملامح تشبه الاصل في حاجه، دي اشهرس حاجه موجوده في السوق. يبقى جريد 1 لجريد 4. جريد 1 ويل ديفرنشيتد، جريد 4 انابلاستيك يعني انديفرنشيتد خالص، مفيش اي ديفرنشيشن. يبقى تاني: جريد 1 ويل ديفرنشيتد، جريد 2 moderately differentiated يعني نص ونص، جريد 3 poorly differentiated يعني شكلها باظ خلاص. جريد 4 مفيش ديفرنشيشن اصلا، لا بور ولا مودريت ولا اي، مفيش، انا بلاستيك خلاص. ده بالنسبه للهيستولوجيكال جريدنج. نيجي بقى للستيجنج. الستيج ملوش علاقه الخليه شبه الخليه الاصل ولا لا، ده بيوصف شايف حجم الورم وانتشاره في الجسم. بنستخدم نظام اسمه TNM سيستم. حرف التي تيومر، حرف الان الليمف نودز، حرف الام الميتاستاسيس او الانتشار. حرف التي بيتكلم عن التيومر سايز، بيتكلم عن حجم الورم، بيبدأ من تيومر انسايتو السرطان اللي محبوس في مكانه لحد تي 1 الصغير، بعدها تي 2 اكبر شوية، تي 3 اكبر شوية، تي 4 ده العملاق اللي اخترق الانسجة المجاورة. ده بالنسبة لحرف التي. حرف الام او الليمف نودز ده بيعبر عن العقد الليمفاوية اللي وصل لها ميتاستاسيس او اللي وصل لها الورم. N0 يعني ما حصلش انتشار، N1 حصل انتشار للعقد القريبة، N2 حصل انتشار بقى واسع، N3 يعني السرطان وصل لأماكن بعيدة والعقد الليمفاوية في أماكن يعني بعيدة جدا. N0 مفيش انتشار، N1 حصل انتشار للعقد القريبة، N2 حصل انتشار للعقد اللي في المنطقة، N3 حصل انتشار للعقد الليمفاوية بعيدة جدا عن مكان الورم. ده بالنسبة للليمف نود انفولفمنت. الحرف الثالث من التي ان ام هو حرف الام، بيرمز للميتاستاسيس او الانتشار، ده بيعبر عن السفر في الدم. M0 يعني ما حصلش انتشار بعيد no distance metastasis، و M1 يعني الورم سافر بالفعل للدم وضرب اعضاء تانية. خليك عارف ان الستيجينج is more important، اهم بكتير من الجريدنج في تحديد مصير هذه الحالة، في تحديد خطورة المرض. طيب دكتور الباثولوجي ازاي بيشخص او بيعمل diagnosis of cancer؟ ازاي بيشخص السرطان؟ او ايه هي الادوات اللي بيستخدمها علشان يشخص؟ عندنا طرق بنعتمد فيها على اللي بنشوفه، شكل مورفولوجيكال
مورفولوجيك ميثودز او طرق تانية متطورة اكتر. اول حاجة هي الخزعة او العينة، البيوبسي، التيشو سامبل، ان احنا نشيل الورم او حتة من الورم ونحللها، او نستخدم ابرة رفيعة فاين نيدل اسبيريشن. تاني حاجة بعد العينة او البيوبسي هي الفروزن سيكشن. دي حركة سينمائية بتحصل والعيان في أوضة العمليات، الجراح بيشيل حتة من الورم يبعتها المعمل الباثولوجي، هناك دكتور الباثولوجي بيجمدها فورا ويقطعها لسلايدز ويقول للجراح في 10 دقايق الورم ده خبيث ولا حميد ولا ايه الدنيا. رقم 3 هي السيتولوجي او الفحص الخلوي. هنا احنا بناخد مسحة خلايا بس، واشهر مثال عليها هي السيرفايكال باب سمير، مسحة عنق الرحم، عشان نلحق اللخبطة قبل ما تقلب سرطان، نلحق الديسبليجيا قبل ما تقلب لسرطان، كان اسمها CIN. ده بالنسبة للمورفولوجيكال ميثودز. نيجي بقى للإميونو هيستو كيمستري أو IHC، إميونو هيستو كيمستري. دي بقى أسلحة القناصة، السنايبر ويبونز. دي تقنية بنستخدم فيها أجسام مضادة، والأجسام المضادة دي زي ما هو واضح في الصورة بتنور عشان نحدد نوع الورم بدقة ونعرف هيستجيب لعلاجات معينة ولا لا. لما الخلايا تكون مشوهة تماما انابلاستيك سيلز ومش عارفين اصلها ايه، بنضربها طخ طخ باجسام مضادة. لو مسكت في بروتين معين على الخلية دي الاجسام المضادة تنور. احفظ معايا ال5 دول علشان الاسئلة. لو السيتوكراتين هو اللي نور يبقى الورم ده كارسينوما، ولو الفيمنتين هو اللي نور يبقى الورم ده ساركوما، ولو LCA هو اللي نور يبقى الورم ده ليمفوما، ولو BSA هو اللي نور يبقى الورم ده بروستيت كانسر، ورم سرطان في البروستاتا. وعندك الاستروجين ريسبتور او البروجستيرون ريسبتور او الهير 2 او النيو، كل دي مستقبلات بنستخدمها للبريست كانسر، وده اللي بيحدد لنا هل ندي علاج الهيرسبتين للمريضة ولا لا. كده خلصنا المورفولوجيك ميثودز والاميونو هيستوكيمستري. رقم 3 هو الفلو سايتومتري. ده عبارة عن جهاز زي بوابات الليزر كده، بيعدي فيه الخلايا وبيقرأ الفينوتايب بتاعها وكمية الDNA اللي جواها. والفلو سايتومتري ده هو سلاحنا الأساسي في تشخيص سرطانات الدم زي اللوكيميا والليمفوما. رقم 4 معانا التيومر ماركرز. دي دلالات الأورام في الدم. دي مواد كيميائية سواء بقى انزيمات أو هرمونات أيا كان، المهم إن احنا بنلاقيها في الدم أو السوائل بتاعة العيان، وبتقول لنا ان في في المكان الفلاني. اهميتها مش بس للتشخيص، دي كمان مهمة جدا جدا علشان نتابع استجابة العيان للعلاج ونعرف لو الورم رجع تاني ولا لا، هل حصل ريلابس ولا لا. اشهر واهم 3 ماركرز عندنا هما BSA بتاع البروستاتا، والCEA بتاع الكولوريكتال كانسر والبنكرياتيك كانسر، والالفا فيتو بروتين او AFP للليفر كانسر، لسرطان الكبد وسرطانات الخصية والمبيض الجنينية، والألفا فيتو بروتين والجيرم سيلز لسرطانات الكبد والجيرم سيلز. خامس وآخر وأحدث حاجة معانا هي التحليل الجزيئي، الموليكولار بروفايلينج أو DNA مايكرو أري. من خلال التكنولوجيا دي بنقدر نشوف بيها نشاط آلاف الجينات اللي في الورم في لحظة واحدة علشان نقيم ونفهم سلوكه بالظبط. يبقى الجريدنج بنشوف الخلايا شبه الخلايا الأصل قد ايه، والستيجنج بنستخدم TNM سيستم، T تيومر سايز، الN الليمف نود انفولفمنت، والM حصل ميتاستاسيس ولا لا، M0 ما حصلش، M1 حصل. والستيجنج اهم من الجريدنج في البروجنوزيس. التشخيص بيبدأ ببايوبسي وبنأكده بالتيومر ماركرز اللي بتساعدنا في المتابعة، والاميونو هيستوكيمستري بتوجهنا لأفضل نوع علاج للعيان، اللي بينور بيورينا نوع الورم. خلونا نختم بالكبسولة دي علشان الMCQ. بصمة سرطان السكويموس سيل كارسينوما تحت الميكروسكوب هي لآلئ الكيراتين، والسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم هو فيروس الهيومن بابيلوما فيروس HPV فيروس. وحارس الجينوم او الجين اللي بيحمي جسمنا من السرطان هو B53، مهم جدا. ولما تلاقي ورم ناشف جدا تحت ايدك ده بسبب نسيج ليفي كثيف الجسم كونه حواليه، بنسميه
ديزموبليجيا. الورم في التستيكلز او في الخصية بنسميه سيمينوما، اخر اوما، لكن دي حالة شاذة، هو في الحقيقة مالجننت. الورم ده بيموت ويختفي بمجرد ما يشوف الاشعاع، بنقول عليه راديو سينسيتيف، يعني حساس للعلاج الاشعاعي. ولما يحصل ليمفاتيك نود سبريد، انتشار من خلال الليمف، اول عقدة لمفاوية بيسافر ليها الورم بنسميها العقدة الحارسة او السنتينايل ليمف نود. وافتكر دايما ان الكرونيك اتروفيك جاسترايتس، الالتهاب المزمن في المعدة مع الضمور، هو اهم قنبلة موقوتة او اهم بري كانسرس ليجون للستومك كانسر او سرطان المعدة. وشابتر النيوبليزيا يعني من اهم الشباتر في الجنرال، وفهمكم ليه النهاردة بالجودة دي هيخليكم سابقين بخطوات قدام ان شاء الله. حقيقي تعبنا في كل تفصيلة عشان المعلومة توصل لكم بأبسط وأمتع شكل ممكن. دي فعلا الحاجة اللي كان الواحد يتمنى يشوفها في البداية. وربنا يوفقكم دايما في طريقكم، وبإذن الله نشوفكم أحسن وأشطر دكاترة، ونشوفكم المحاضرة الجاية على خير، والسلام عليكم.